جبر الخواطر هو أنبل ما يمكن أن يقدمه الإنسان للإنسان. إنه البلسم الذي يخفف الأوجاع، والنور الذي يضيء القلوب المنكسرة. كم من شخص يحمل في داخله ألما لا يراه أحد، لكنه مع ذلك يمضي في حياته جابرا خواطر من حوله. جبر الخواطر لا يحتاج إلى مال أو جاه، لكنه يحتاج إلى قلب مليء بالرحمة ونية صادقة ترى في مساعدة الآخرين رسالة سامية. فلنجعل جبر الخواطر أسلوب حياة، لأن من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الله. يقول الشاعر: كن بلسما فالجارحون كثير، ومواسيا إن الزمان مرير. كن طيب الآثار إنك راحل، فلعلها يوم النشور تجير. الكلمة الطيبة ليست مجرد حروف تقال، بل هي جسر يعبر بنا إلى قلوب الآخرين، ودواء يشفي الجروح، ونور يبدل ظلمات الحزن. إنها تعبير عن جمال الروح وسمو الأخلاق، وأثرها يبقى طويلا حتى بعد أن تقال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. فصدق بكلمة هي دليل على قوة لا يملكها إلا من امتلأ قلبه حبا وسلاما. فتذكروا أن الأثر الحقيقي الذي نتركه في هذه الحياة يبدأ من كلمة صادقة طيبة ونبيلة. وتذكروا أن الكلمة الطيبة تفتح جميع الأبواب.